عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي هنبدأ نكمل في شرح lesson 1. احنا خلصنا في page 7 ودلوقتي هنبدأ في page 8. طبعا احنا خلصنا اخر حاجة لما كنا بنقول اخر حاجة ان هي ايه، احنا sometimes you need to factorize a number to its prime factors to facilitate finding the square root. Then you take a factor from each two equal factors, then the product of these taken factors is the square root of this number. يعني ايه الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي بالاكزامبل. يعني دلوقتي بيقول لي عندي اكزامبل اهو، عندي الاكزامبل دوت اللي هو عندي هنا بيج اللي هو الاكزامبل دوت. عندي الاكزامبل ده، احنا دلوقتي في بيج 8 اللي بيقول لي مثلا عندي 441. انا دلوقتي ما اقدرش اجيب على طول، يعني انا كان سهل على طول اجيب مثلا سكوير روت بتاع الروت بتاع 9 هو على طول 3 بوزيتيف او نيجاتيف 3. روت 25 مثلا سهل حافظينها، او ممكن نجيبها على طول بوزيتيف او نيجاتيف 5. ساعات الارقام بتكبر، ساعات بقى الارقام ايه بتكبر، فهيبقى صعب ان احنا نجيب السكوير روت على طول، فلازم نعمل فاكتورايزنج. نعمل بقى ايه حاجه اسمها ايه الفاكتورايزنج. ايه الفاكتورايزنج؟ ان احنا نعمل فاكتورايزيشن للنمبر تو اتس برايم فاكتورز. يعني مثلا يعني عندي هنا رقم 441 مثلا، تمام؟ عشان اجيب الروت بتاعته هعمل ايه؟ هعمل لها فاكتورايزيشن 441 طبعا احنا بنشوف البرايم فاكتورز اللي عندي 2 3 وال5 وال7 وفي ارقام تانية مبدئيا، بس هنبدا بالارقام دي مبدئيا. طبعا 441 ما ينفعش نقدرش نعمل لها it's not divisible by 2، يعني لا يمكن قسمتها على الرقم 2، ولكن but we can divide it by 3. عرفنا ازاي؟ لان 4 plus 4 8 plus 1 9، تبقى هي كمان divisible by 3. 441 divided by 3 هتبقى لما نيجي نعملها بالآلة الحاسبة، هنعملها كده نشوف الآلة الحاسبة بتاعتنا. 441 لما نيجي نعملها بالآلة الحاسبة، نشوف الآلة الحاسبة بتاعتنا. أيوة كده، الآلة الحاسبة أهو. 441 divided by 3 clear. 441 divided by 3 هتبقى equal 147. 147 دي برضو is divisible by 3 again، يعني ممكن نعمل لها division by 3 مرة تانية. ف 147 divided by 3 هتبقى 49. طبعا 49 divisible by 7. 49 معلش عملنا divided by 3 هنا، هتبقى 49 is divisible by 7، فنعملها division by 7 هتبقى 7 divided by 7 مرة تانية هتبقى 1. طيب هنا بعد ما نعمل بقى factorization كل اتنين، لان ده سكوير روت، فكل رقمين شبه بعض هناخد منهم واحدة، كل رقمين شبه بعض هناخد منهم واحدة. فال 441 السكوير روت بتاعتها هتبقى 3 times 7، يعني السكوير روت بتاعت ال 441 هتبقى 21. تمام؟
يبقى السكوير روت بتاعت 441 هتبقى 21. نرجع بقى تاني هنا، يبقى احنا جبناها بالطريقه دي. يبقى هنا شرح لما نقرا كلام تاني بعد ما شفنا الاكزامبل هنفهم. يبقى هو بيقول هنا sometimes you need to factorize a number to its prime factors. يعني ساعات بنحتاج نعمل للرقم نعمل له factorization للprime factors بتاعته to facilitate finding its square root، عشان نعرف نجيب السكوير روت بطريقه سهله. Then you take a factor from each two equal factors. يعني عندي هنا دي كده الفاكتورز اللي عندي 3 3 7 7. من كل 2 equal factors هناخد فاكتور. فهنا 3 اهو، من ال 2 7 خدنا 7 واحده، تمام. Then the product of these taken factors is 3 times 7. البرودكت بتاعتهم، تمام، is the square root of the number. يبقى the square root of the number 441 السكوير روت بتاعها هو 21. تمام. طيب هو بيقول برضو هنا you can use the calculator to check your answer. ونقدر نجيب الكالكوليتر عشان نتأكد من من اجابتنا على طول. اهو 441 معلش نشوف الروت هنا تاني نحطه ازاي. ادي كده الروت ونحطه جوه 441 equals 21 على طول اهو. تمام. ندخل بعد كده في السؤال اللي بعده او في الجزئيه اللي بعد كده. بعد كده بقى بيتكلم بقى عن ايه the cube root of a rational number. يعني ايه الجذر التكعيبي ل rational number. احنا تمام دلوقتي احنا في بيج كام؟ احنا في بيج 8. تمام. خلصنا بيج 7 وبدأنا في بيج 8. the cube root of a rational number. The product of a number by itself 3 times is the cube root of that number. يعني ايه بقى؟ يعني الكيوبيك روت بقى هو لما نجيب رقم واعمل برودكت للنمبر ده، يعني اجيب اي رقم 3 مثلا، نبدأ ب 2، تمام. لما اعمل 2 تايمز نفسها 3 مرات، 2 times 2 times 2، تمام، 3 تايمز، البرودكت ده اسمه هو الكيوب of that number. يبقى the cube of 2 is 8. تمام. 2 power 3 equals 8. يعني 2 times 2 times 2 equals 8. يعني the cube of 2 is 8. تمام. تمام. هو مدي هنا example اهو، بيقول برضو هنا عندي 64. 64 is the cube of 4. تمام. ليه 64 is the cube of 4؟ because 4 times 4 times 4 equals 64. تمام. يبقى النقطة دي كده مفهوم. طيب the reverse of finding the cube is finding the cube root. يبقى لما اقول the cube of 4 is 64، لكن لما يبقى the cube of 4 is 64. تمام. لكن the cubic root of 64 is 4. يبقى the cube of 4 is 64 و the cubic root of 64 is 4. تمام. the reverse of finding the cube يعني العكس. تمام. ماشي. طيب finding the cube root of a number is finding another number if multiplied by itself 3 times we get the first number. يعني for example يعني لما نجيب الكيوب روت بتاع الرقم بندور على الرقم اللي ممكن نضربه في نفسه 3 مرات عشان يجيب لنا الرقم ده. ف for example 4، تمام. for example 4 is the cube root of 64. زي ما احنا قلنا اللي هي ايه، ليه ال 4 هي cube root of 64؟ 4 هي الكيوبيك روت of 64. ليه؟ لأن 4 times 4، لأن 64 دي عبارة عن ايه؟ 4 في نفسها 3 مرات. تمام؟ يبقى هنا ال 4 هي الايه؟ 4 the cube of 4 is the cube of 4 is 64 و the root
the cubic root of 64 is 4. تمام؟ حاجات ايه بسيطة وسهلة، بس ايه خلينا ماشيين حتة حتة. طيب هنا definition يعني تعريف. the cube root of the number a is the number whose cube equals a. يعني كلام يعني ايه يعني مكرر وما فيهوش اي ايه مشكلة. اللي احنا قلناه تاني يعني the cube root of a number a is the number whose cube is a. يعني ايه الكيوب روت ادي رقم اللي هو a. تمام؟ الكيوبيك روت كيوب روت بتاع الرقم ده تمام هو النمبر هو نفس الرقم اللي الكيوب بتاعه هو ايه. يعني مثلا زي مثلا ال 8 وال 2 الكيوبيك روت بتاعت ال 8 هي الايه الكيوب بتاعت ال 2. تمام؟ طيب the simple cubic root read as the cube root of is used to designate the cubic root. يبقى بنرمز او symbolize الايه الكيوبيك روت بالسيمبل ده بالرمز ده. تمام؟ for example على سبيل المثال لما اقول 64 the cubic root of the cube root of 64 لما اشوف الرمز ده يبقى اقراها ازاي؟ the cube root of 64. تمام؟ طيب هنا بقى نقطة تانية the cube root of a positive number is positive and the cube root of a negative number is negative. هنا بيقول لي الكيوبيك روت بتاع البوزيتيف نمبر وليكن مثلا 64 اهو زي الاكزامبل اللي هو جايبه. هنا الرقم ده بوزيتيف هتبقى بوزيتيف 4. تمام؟ طيب والكيوبيك روت بتاع الرقم النيجاتيف هو ايه؟ نيجاتيف 64 هيبقى برضو نيجاتيف 4. فاكرين زي ما في السكوير روت بقى اللي هو ما كانش كيوب قلنا لازم الرقم اللي جوه هنا لازم يبقى بوزيتيف. كنا بنقول الرقم اللي هنا لازم يبقى بوزيتيف، وان لو لقيت رقم جوه الروت نيجاتيف ده has no meaning لا معنى له. تمام؟ طيب نكمل بعد كده i.e. the cube root of any number has the same sign of this number. يعني ايه؟ يعني الكيوب روت بتاع الرقم بياخد نفس اشارته. تمام؟ طيب بعد كده ندخل في الجزء التالي finding the cube root of a rational number representing a perfect cube. الحته دي بقى اول حاجه زي ما كان في perfect square في برضه في perfect cube. rational number بيمثل perfect square، في rational number برضه بيمثل perfect cube. عشان برضو نربط الاجزاء ببعض هنشوف هنا لما كنا بنقول ادي كده rational number. الراشنال نمبر اللي هو الرقم النسبي. تمام؟ في عندي perfect squares. تمام؟ وفي عندي rational number representing perfect cubes. طيب perfect square زي ايه؟ لما اقول مثلا كنت بقول مثلا 1 times 1 تديني 1، فقلنا 1 ده ايه؟ perfect square. 2 times 2 تديني 4، فال4 ده perfect square. 3 times 3 تديني 9، فال9 هنا perfect square. يبقى الارقام 1 و4 و9 represent a perfect square. تمام؟ they are rational numbers and they represent perfect squares. لكن لما اجي هنا عايز اشوف ال perfect cubes 1 times 1 times 1 هتبقى 1، فال1 هنا ده كده perfect cube. 2 times 2 times 2 هتبقى 8، فال8 ده يعتبر perfect cube. 3
times 3 times 3 هتبقى 27 وال 27 برضو تعتبر perfect cube. يبقى الارقام the numbers 1 و 8 و 27 represent perfect cubes. تمام. ندخل the perfect cube rational number is the number which can be written as a cube. يبقى ايه هي perfect cube rational number؟ هي الرقم is the number which can be written as a cube of a rational number. يعني هو نقدر نجيبه يبقى نقدر نقول ان هو الكيوب بتاع اي rational number. يعني مثلا ال 8 زي ما احنا قلنا من شويه هي عباره عن ايه؟ 2 باور 3. نيجاتيف 27 هتكون ايه؟ كيوب اوف نيجاتيف 3 باور 3. تمام. طيب the cube root of a perfect square the cube root of a perfect cube rational number is also a rational number. يعني ايه؟ the cubic root of a perfect cube rational number. يعني مثلا اللي هو زي مثلا ال 8 زي من ال 8 دي، ال 8 دي perfect cube. الكيوبيك root of a perfect cube. تمام. the cube root of a perfect cube rational number اكيد هتكون ايه؟ rational number. تمام. لان هيجي لي بعد كده في ارقام مش هتكون perfect cubes، مش هتكون ايه؟ perfect cubes. يعني مثلا عندي زي الايه؟ زي ال 9. هل ال 9 في اقدر اجيب رقم اضربه 3 مرات في بعض يديني 9؟ مفيش. فهنا الناتج بتاع الكيوبيك روت اوف ال 9 مش هتكون راشونال نمبر، مش هتكون راشونال نمبر. تمام. هتكون irrational نمبر. تمام. يعني رقم غير نسبي. طيب فاحنا كنا بنقول هنا دلوقتي if a number is not a perfect cube. ده اللي هو بيكمل الكلام اللي احنا بنقوله من شويه. if a number is not a perfect cube، لو الرقم مش perfect cube يبقى then you indicate its cube root by using the cube root symbol. يبقى لو عندي رقم ما هواش perfect cube زي مثلا الفور، الاكزامبل اللي هو مديها لي. تمام. طب ايه هو الكيوبيك ذا كيوب روت اوف 4؟ ما اقدرش اجيبها. تمام. فما اقدرش اجيبها، فهي هكتب بس كده لان انا ما اقدرش اجيب، مفيش رقم 3 ارقام اضربهم في بعض شبه بعض يدوني 4. تمام. فهرمز بس ليها كده the cubic root of 4. لكن cubic root of 8 اقدر اجيب الناتج بتاعها اللي هو 2. تمام. طيب فعندي هنا مثلا جايب هنا شوية امثلة. تمام. بيقول هنا the cubic root of a cube هتكون a سهلة. تمام. for example the cubic root of 5 power 3 هتكون 5. تمام. the cubic root of negative 5 power 3 هتكون negative 5. تمام. طيب بعد كده بيقول you can use factorization to find the cubic root of a perfect cube number as in the following example. نقدر برضو نستخدم الفاكتورايزيشن عشان نجيب الروت. تمام. كما في الامثله التاليه. فخلينا نشوف كده الاكزامبلز دي مع بعض، نخليها المره الجايه عشان نبقى ماشيين صفحه بصفحه. خلاص. يبقى احنا فهمنا الجزء ده ونكمل ان شاء الله بيج 9 المره القادمه.